يخوض أكثر من 50 صحفيا وإعلاميا مغربيا مقيما في الخارج السبت إضرابا عن الطعام كخطوة رمزية احتجاجية تضامنا مع الصحفي علي أنوزلا مدير موقع لكم الإلكتروني المعتقل بسبب نشر الموقع رابط فيديو منسوب للقاعدة. وأعلن الصحفيون إدانتهم للجوء لجوء السلطات إلى قانون الإرهاب في قضايا النشر ما اعتبروه سابقة خطيرة، كما يعتبرون إجراءات المتابعة فصلا جديدا من فصول التضييق على حرية التعبير والصحافة وإقحاما للقضاء في عملية لتصفية الحسابات مع صاحب قلم حر وجريء. وذكر الصحفيون الدولة المغربية ذكروها بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، معتبرين متابعة الزميل أنوزلا إخلالا بتلك الالتزامات. ودعوا الدولة المغربية إلى مراجعة قانون الإرهاب وتنقيحه من كل ما من شأنه المساس بالحريات الأساسية.